السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا يا جماعة، هعمل لكم النهاردة صينية جلاش بالسوسيس. حاجة كده رهيبة، طعمها حلو جدا جدا وموفرة. بصي، وهتأكلي ولادي كلهم بقى. الصينية دي تكفي البيت كله. حاجة كده في منتهى الجمال. المهم انا قعدت افكر النهارده اعمل غدا ايه. بصراحة افتكرت صينية الجلاش ده كان في الفريزر من العيد الكبير، يعني كنت جايبه واستعملته وده اللي فاضل. طيب اطلعها؟ طبعا مش هتبقى طريه زي ما لسه فريش. ارميها؟ لا طبعا ما ارميهاش، مفيش حاجه بتترمي اليومين دول. تمام. طبعا انا هعملها، اوريكم بقى اعملها ازاي. طريقه سريعه كده وبسيطه، والسوسيس ما كلفنيش اي حاجه، وشويه جبنه كده، ميكس جبن، وقرنين فلفل رومي، وطبعا كوبايه لبن، وما حطيتش عليها بيض. الناس اللي ما بيحبوش البيض ما يحطوش، مش مشكله. بس حطيت شويه شوربه كانوا عندي. ليه الشوربه؟ بتطري الجلاش وبتدي له طعم حلو جدا جدا. اللي هيقول لي لبن وحط عليه شوربه، طب جربي وبعدين ابقي قولي لي ايه الاخبار، وقولي لي ايه رايك. تمام. بتدي طعم حلو قوي قوي الشوربه. تمام. انا حطيت نص لبن ونص شوربه، وحطيت السمنه. مش هعمل رقات ولا اي حاجه. احنا اتفقنا ان الجلاش مش فريش زي ما انا لسه جايباه. هلاقيه مقطع وهلاقيه مش مظبوط. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو زي ما انتم شايفين كده، مش هينفع معايا ان انا ايه، افرده. هعمله ايه؟ هعمله كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اعمله كده ترانشات اهو. بصوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو يا حبايبي. اهو اهو. طريقه سهله وبسيطه. ولو عندك جلاش ناسيه في الفريزر ولا اي حاجه، استعمليه. اوعي تركنيه وتقولي مش هينفع. لا هينفع. مفيش حاجه بتترمي دلوقتي خالص. اوعي ترمي اي حاجه. احنا بنقتصد في كل حاجه وبنمشي الدنيا. الدنيا بقت غاليه جدا، ومش هينفع ان احنا نركن ولا نرمي، حرام كمان. تمام. هقطع بقى بقيه الجلاش وارجع لكم تاني. اهو حبايب قلبي، قطعت خلاص الجلاش اهو. بصوا، فرطته من بعضه كده، ما خليتهوش كتر اهو. عايزه تستعملي نص لفه الجلاش وتعمليه رقيق، تمام. انا بحبها بصراحه. انا من الناس اللي بتحب الجلاش عالي. انتي بقى طبعا الاكل ده اذواق، اعمليه زي ما يعجبك. تمام. طيب. انا طبعا السوسيس مكلفنيش حاجه لانه رخيص جدا. ودول ما يجوش حتى ربع كيلو، يعني اقل من ربع كيلو، حوالي اربع صوابع من السوسيس. وطبعا ده سوسيس مدخن، محدش يقول ان هو ني. سوسيس مدخن يعني يعتبر ان هو مستوي، بس احنا طبعا لما يخش مع الجلاش هيستوي، هيكمل السواه. تمام. انا ما حمرتوش ولا اي حاجه. اللي بيحب الفلفل الحار هيزود قرن فلفل حار. تمام. وطبعا الجبنه ما كلفتناش حاجه. ممكن ب 10 جنيه جبنه، اللي هي ميكس جبن دي، بتتباع عند اي ماركت. وهتمشي يومك والدنيا هتمشي. من الصواني اللي غير مكلفه خالص. ممكن تعملي حشو جبنه مفرومه او ميكس جبن وخلاص على كده، مش لازم سوسيس. بس انا كان عندي السوسيس ده. تمام. يلا نحط بقى ايه عشان نتكلم كتير واطول عليكم الفيديو. طبعا انا هرص كده. طبعا الصينيه انا كنت دهناها سمنه ومشغله الفرن على 180. تمام. هفرطها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط نصها ونص التاني من فوق. طبعا هحاول ان انا ايه اغطي الفجوه بتاعت الصينيه، يعني ما اخليش اي حاجه كده مكشوفه. تمام. عشان لما اجي احط تشريبه ما تنزلش في قلب الصينيه. انا طبعا دهن الصينيه زي ما قلت لكم سمنه. عندك زبده تمام، ما عندكيش عادي جدا. انا حاطه سمنه مش حاطه زبده. اهو يا حبايبي. تمام. هي الصينيه دوبك على لفه الجلاش. حلوه قوي قوي قوي. تمام. يلا نشربها بقى، نحط لها من التشريبه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا حاطه زي ما قلت لكم لبن على شوربه على 3 معالق سمنه. مش لازم بقى ايه كل حاجه لوحدها، لا مفيش مشاكل. حط كده شويه منها. طبعا هحط فوق الوش. ده مج كبير، بس انا طبعا عشان اعرف اقلبه، لان حطيت طبعا ملح وفلفل، فعشان اعرف اقلبها حطيتها في قلب البوله دي. خلاص كده. خلاص كده اهو. حطيت التشريبه بتاعتي، شبه من تحت برضو طري.
طبعا هبتدي بقى ارص بتاعي السوسيس بسم الله الرحمن الرحيم، بحيث ان انا اوزعه في الصينيه كلها زي ما انا عايزه. ممكن ما استعملهمش كلهم، ممكن استعمله، ممكن استغنى عنهم واحط ميكس جبن زي ما انت عايزه ومشي بيتك. مفيش مشكله، الدنيا غلا وبنمشي الدنيا. وصينيه في منتهى الجمال، حاجه كده روعه. وممكن الكميه دي اخليها تكفي صينيتين، يعني مفيش مشكله. وزي ما قلت لكم كده صينيه جلاش كانت في الفريزر ومشيت اليوم بتاعي. وانا عملتها قبل كده بس عملتها ببسطرمه، كان طعمها رهيب. اهو اهو زي ما قلت لكم ممكن تبقى الكميه كمان كتيره على الصينيه، ممكن اقلل منها. اهو دول حوالي 4 صوابع سوسيس، يعني ما يجيش حتى ربع كيلو. اهو يا حبايب قلبي خلاص كده. انا بصراحه من الناس اللي بتحب الحاجه الكتيره كده في الصينيه، احب احس بطعم الحاجه، يعني ما بحبش تبقى قليله. يعني نحط شويه كده، نطمع شويه كده في كام حبايه سوسيس، مفيش مشاكل. يلا كفايه كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. احط فلفل بقى، لو عندك فلفل الوان مفيش مشاكل يبقى حلو جدا. عندك زيتون حطي، ما عندكيش هنوقف يعني صينيه السوسيس على الزيتون؟ لا طبعا. عايزه تكتري في الفلفل كتري، عايزه تقللي قللي، مفيش مشاكل. انا حطيت حبيتين من الفلفل، بيدي ريحه. بص بقى وهي في الفرن بتعمل ريحه يا رهيبه رهيبه رهيبه. عندك معلقه قشطه تحطيها مع التشريبه، ما عندكيش مفيش مشاكل. نيجي بقى الميكس الجبن الجميل ده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نخلي بالنا من الملح، يعني انا قلت لكم اهو اللبن والشوربه نخلي بالنا، لان الجبن حادقه، ملاقيش الصينيه بعد كده طعمها حادق. والسوسيس طبعا بيبقى فيه التوابل بتاعته، فنخلي بالنا بقى ايه، ان احنا الملح يبقى متوازن كله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الجبنه مش كتير، تمام؟ لو انتوا شايفينها كتير هي مش كتير، هي هشه بس، لكن هي مش كتير خالص. تمام. يلا نحط بقى بقيه الايه، الجلاش بتاعنا الرهيب ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وسهله، شايفين خدت مننا وقت؟ ما خدتش مننا وقت، وخلصناها اهو بسرعه البرق. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انا قلت لكم، عايزين تعملوا الجلاش اقل من كده مش هتعملي صينيه ورقه الجلاش كلها. طبعا لفه الجلاش بتبقى نص كيلو، انا بحبها عاليه فانا عملتها كلها. انتي حباها اقل من كده مفيش مشاكل. وادي صينيه الجلاش اللي كانت مركونه في الفريزر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا هغطيها كده اهو بايديا كده، بكبسها. تمام. تمام. هحط بقى بقيه التشريب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طبعا التشريبه بقى هغطي بيها الصينيه كلها لازم، واسيبها بقى ايه 5 دقايق كده عشان ايه كلاش يشرب منها، وبعد كده ادخلها الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام بقى لو في حته قشطه، رهيبه 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 رهيبه، من الاكلات اللي بعشقها. تمام. هسيبها 5 دقايق كده وادخلها الفرن، واوريها لكم بقى بعد ما تطلع من الفرن هيبقى شكلها عامل ازاي. رهيبه، استنوني. وده حبايبي بعد ما صينيه الجلاش شايفين لونها عامل ازاي. ده كمان يعني شكلها اجمل من التصوير، يعني التصوير ظالمها والله. ولا ريحتها رهيبه. طبعا لسه طالعه دلوقتي سخنه جدا مولعه، فطبعا هستنى لغايه ما تهدى عشان اقطعها لكم واوريها شكلها، اوريكم شكلها عامل ازاي. طبعا هي مقرمشه من بره وطريه من جوه، اللي حابب ان هي تبقى طريه من بره ومن جوه هيغطيها وهي سخنه دلوقتي. تمام. واللي حاببها ان هي مقرمشه من بره هيسيبها كده لغايه ما تهدى ويقطع منها وياكل. طبعا اكل اذواق زي ما اتفقنا. هسيبها لغايه ما تهدى خالص واقطعها واوريها لكم هتبقى عامله ازاي. بصوا حبايب قلبي، شايفين الصينيه؟
طبعا هي ما بردتش على الاخر، هي هديت. على فكره لونها في الكاميرا قسما بالله يعني مش زي الحقيقه خالص، لونها في الحقيقه رهيب روعه، ولا الريحه تحفه. جربوها بقى بالطريقه دي في منتهى الجمال. اي جلاش عندكم في الفريزر اوعوا ترموه وتقولوا خلاص والكلام ده كله، هو من العيد الكبير وما فيهوش اي حاجه. شايفين الطبقات؟ شايفين شكله عامل ازاي؟ بصوا من تحت عامل ازاي، مستوي ومقرمش من جوه. بسم الله الرحمن الرحيم. هو دافي يعني، خليت ما يبقى دافي بس عشان اقدر امسكه. بصوا من جوه الحشو عامل ازاي اهو. شايفين الجبنه الرومي تحفه، مش حاطه موتزاريلا. مش عارفه هي باينه لكم هي مطه ولا لا، الجبنه الرومي بتمط برضو على فكره. اهي في منتهى الجمال، حاجه كده رهيبه. شايفين الصينيه دي ممكن تاكل البيت كله، والله ما كلفتني اي حاجه، وكله موجود. يعني السوسيس زي ما انتوا شفتوا كده، قلت لكم 4 صوابع وما خدتهمش كلهم. وانتي بتقطعيه طبعا بيتقطع رقيق جدا، ما بتقطعوش يعني سميك، رفيع كده عشان ايه يغطي الصينيه كلها. وممكن كانت الكميه اللي معايا تعمل صينيتين اهو. شايفين اهي، انا حطيت صينيه الجلاش كلها اللي كانت عندي، ممكن كانت تعمل صينيتين، بس انا بحب العلوي ده. انتي بتحبي ارفع، تمام مفيش مشكله، على حسب ذوقك انتي. حاجه جميله جدا. مش هطول عليكم الفيديو كده، خلصته معاكم. وجربوه ان شاء الله يعجبكم جدا جدا. والحشوات زي ما قلت لكم دي حاجه على ذوقكم. اترككم في رعايه الله. وقبل ما اقفل الفيديو ارجو منكم الدعم واللايك وكومنت منكم حلو كده عشان تدعموني. انا بقالي كتير مثلا نزلتش فيديوهات لان كان المشاهدات قليله جدا جدا، لكن رجعت تاني بكل حماس، فشجعوني ان انا اكمل. اتمنى لكم كل السعاده من كل قلبي، واترككم في رعايه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه.